شخص 4 مليون دولار، وهذا الشخص بتعمته زوجة القاضي بليغ حمدي اللي هو تربطه علاقة جيدة مع جعفر الخزرجي، وهو متزوجها بالسر، وأمها تلعب ما تشاء اليوم بعنوان سيدة أعمال في مجلس القضاء الأعلى، وتقرر ما تشاء، والقضاة في الرصافة فقط يوقعون على ما تقرره تلك المرأة. وهذه المرأة قاعدة ببيت طه ياسين رمضان وتاخذ فلوس هاي الناس الخايبة وتوديها لداعش وغير داعش. أما القضايا بعد كثيرة حقيقة، يجوز لا أتكلم لكم كلش كثيرة. مصرف الشمال اكو قضايا تعودنا عليها احنا بالعامية، نقول هاي القضية ما يراد لها قاضي. يقدم 2862 فاتورة شراء دولار مزورة. هذا لو مسكين ومقدم له جنسية مزورة صار بيه. لو ما عنده حزب وما عنده واحد يسنده، أنا أعرف شخص خطأ بالجنسية 0 صايرة 9 حكمه. هذا يقدم 2862 فاتورة شراء مزورة ويطلع إفراج، ما ينام له ولا ربع ساعة بالسجن. ليش؟ لأنه وراء فلان وراء علان. المبالغ اللي جاي تدفع بدبي، مبالغ جاي تدفع ببيروت، مبالغ جاي تدفع بعمان. اخوان، اذا ما صير بداخلنا ثورة ضد الفساد ما تنحل قضية الفساد. انا ما اقدر احلها، يجوز يقتلوني بعد ساعة. انعرض علي اول البارحة 6 مليون دولار حتى اسكت، ويعطون اكثر اذا اريد، ولكن واحد ايش قد اصمد ايش قد اوقف ما ادري. صحيح بعض المعلومات اللي قدمناها ما بيها دليل، ولكن دليلها وين؟ يقول لك من يقول هذا ابو مصرف الشمال من طرشوة؟ صح، من يقول هذا؟ ماكو واحد انتقاضي بيده. اكو واحد انتقاضي بيده؟ بيد السايق، بيد الحماية، بيد مدير المكتب، بيد واحد فاتح له محل بجميلة. هذا هيك ينطون. يجي القاضي يحقق وياه يقول له انت انطيت للقاضي بيدك؟ طبعا يقول له لا ما انطيت. يا قاضي يجي يستلم بيده؟ تضحكون على نفسكم؟ لو اي واحد ترجون تلفلفوه، لو يشهد عليه واحد من توك ومن اهل البصره تقولون صحيح. بس من واحد يجي يقسم لكم بالقرآن على انه دفع هالقد مبلغ، ما حد يصدقه. والله يجيب لي دليل مصور، كنت مصور القاضي من انطيته. شلون يصور القاضي من انطاه؟ ليش هو من يقدر يطب القاضي؟ انا نائب ما اقدر اطب القاضي. فاقول من واحد مقدم 2862 وثيقة مزورة ويطلع براءة، يحتاج نقول بانه هذا مطرش ولا ما منطي؟ واضح هذا الموضوع. المنطق والحجة والعقل والقلب والعاطفة والمشاعر تقول هذا منطي، يعني اكو اطمئنان بانه هذا استلم. وغيرها الكثير. اخوان، عندما تحدثنا عن فساد البوينغ بال 2012 و 2013 اغلبكم تتذكرون، انا اتذكر وجوهكم. كثير منكم بذاك الوقت قال دكتور وبعدين ورا ما كشفتوا هاي الملفات ايش راح تسوون؟ قلت لكم والله احنا حلناها للقضاء، بعد ما لنا علاقه. طلع القضاء هو مصدر المصائب. تروح القضيه تموع، تروح القضيه تنتهي، تروح القضيه وهاي المصارف تشتغل دق ملايين الدولارات. اليوم اكو قضيه هسه بدبي فاتحتها الاستخبارات في دبي، الاستخبارات الاماراتيه، عن 7 اصحاب مصارف اهليه لاقيهم في مطعم الخيمة في المارينا
يدفعون كل واحد $1,000,000 جايب إلى شخص مسؤول في نزاهة العراق. مو عيب علينا الإمارات تفتح تحقيق وإحنا ننتظر نتفرج ندور دليل؟ والإمارات ستتخذ قرار. بارحة بالتليفون مع أحد الأخوة هناك يقول سنتخذ قرار بتنظيف الإمارات من هؤلاء السبعة. مو من باب أولى احنا ننظف العراق من هؤلاء السبعة؟ مو سبعة، ذولا 7,000 مو سبعة. هاي اسماء عندي هسه اذا اطلع لكم اياها ظل صافن. زين الى متى؟ اليوم يرجع يداوم ويروح لنقيب المحامين حسب نقل احد القضاة وانا رفعت دعوة، يقول له والله هاي لانه سجنوا زوجة الدكتور، انا زوجتي ما طابوا المحكمة غير بس يوم عقدت عليها ب97. ما طبت غيرها ولا طب وراها. يقول له والله زوجته اسمها غفران، ولا اعرف واحدة اسمها غفران، لا زوجتي ولا يم ولا اعرف. تروح انت كنقيب محامين ومكان ما تجي تدافع عن ابناء جلدتك وابناء شعبك انت ابن الناصرية، تروح للقاضي تقول له انا وياك وهذه اباطيل وهذه اكاذيب ولازم نوقف ضدها. والله يا اخوان والله أنا هذا جعفر ما أعرفه وجها لوجه، إذا تلقاني ما أعرفه. هسه إذا قاعد بنصكم جعفر ما أعرفه، لا عندي موقف وياه، ولا أعرفه من وين ينتمي، ولا أعرفه سني لو شيعي، ولا أعرفه كردي لو عربي، ولا أعرفه ابن بغداد لو ابن الحلة، ما أعرفه. ولكن معلومات توفرت، وثائق ومستمسكات توفرت، رحت للقضاء قدمت، اليوم يرجع يداوم، ما عندي غير الإعلام. فأنا جاي أخاطبكم أنتم وأخاطب من خلال شاشاتكم أبناء الشعب، وأخاطب كل الشرفاء مدراء القنوات مالتكم العامين اللي أنا أعرف جزء كبير من عندهم إن شاء الله شرفاء وطنيين. خلي يسمعوني الآن، إذا ما توقفون وياي ما أقدر أسوي شيء. إذا ما تظهرون الحقيقة وتظلون تلحون على هذا المجرم، صدقوا بالله يلتف هذا الموضوع ويلف ولا كأنه شيء صاير، ويرجع هذا إن رجع مرة ثانية يرجع أشد مما كان عليه. وإذا رجع صدقوا بالله يا إخوان أكو 1 2 تعاونوا ويانا، البارحة مخابرهم قال لهم إذا رجعت أوصلكم للإعدام. حتى الناس خايفة اليوم نخابرهم ما حد يرد على التليفون، لأن يقول لك والله تتراوس قضيته مثل ما تراوست قضايا البقية. أرد أسأله أقول له قضية المجمع شلون حليتها؟